السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم احنا متواجدين في العاصمة الرباط. واحدة من أفضل أنا كنفضلها واحدة من أفضل العواصم في العالم، واحدة من أفضل المعالم التاريخية الموجودة في المغرب اللي كنفتخروا بها حنا كمغاربة. اليوم حنايا قدام صومعة حسان، غنحاولوا نديروا جولة في العاصمة. أنايا ساكن هنا في العاصمة. بالنسبة لأي واحد غادي يتفرج في هذا الفيديو وما عارف شي حاجة على الرباط، ما عمرو جا ليها، غادي نحاولوا نديروا جولة ونستكشفوا أفضل الأماكن اللي نقدروا نمشيو ليها. مثلا اليوم احنا دابا في حسان، غنمشيو نشوفوا البرج، نشوفوا المسرح، غنحاولوا نديروا جوله في مدينه قديمه، نحاولوا نديروا كاع لي زاكتيفيتي، مثلا نركبوا في الفلوكه، نقطعوا جاله اخرى. المهم اي حاجه نقدروا نديروها اليوم. مرحبا بكم وخليكم معنا. المهم دخلنا لداخل، شفنا كاع البلايص اللي زوينين تمايا، قدرنا نصوروا اللي قدرنا عليه، وغنمشيو لبلاصه اخرى ان شاء الله. خليكم معنا. المهم مشينا شفنا حسان، دابا غنمشيو نشوفوا البرج جديد ونشوفوا المسرح حتى هوايا. المهم ما يمكن الاماكن اللي نقدر نشوفوها غنمشيو نشوفوها دابا. خليكم معنا. اليوتيوب هذيك الحمراء السمراء انستغرام، يا عندي انستغرام. يا هذه واه شكرا. اللي شاف الدري هذا يتعامل معاه. تبعونا انت الحماق عليه. اللي شاف الدري يتعامل معاه. تشاو. اوكي، احنا معنا اليوم واحد العائله اليوم من مدينه بركان. مرحبا بكم في العاصمه. فقط الى نقدروا ناخذوا شي اسئله، كيفاش جاتكم الرباط؟ زينه صراحه. زينه. انتم زعما واش هنا مقيمين في المغرب؟ لا، حنا ساكنين في بركان. بركان، اوكي. سياحه. سياحه. المهم كانت اول مره عندكم ولا ليزافون؟ اوكي. شنو الحاجه اللي عجبتكم هنا في الرباط؟ اها، نقيه زوينه. طرقها مزيانين. زوينه. اوكي. حتى المناظر كاين ما يتشاف. كان المناظر. شنو شفتوا زعما؟ شحال وانتم هنا دابا البال؟ غير اليوم ما جيتوا؟ اوكي مزيان. اوكي مزيان. زعما شنو البروغرام ديالكم اللي دايرين زعما؟ شنو البلايص اللي غادي ناويين تشوفوهم ولا داك الشيء غيجي عادي زعما كل بلاصه تمشيو لها نورمال؟ زعما كل نهار ونشوفوا غدا علاش غاديين نمشيو. اوكي مزيان. كنا فتنا درنا يمتي تورني في شنو سميتها؟ بارك. مشيت نشوف في الباطو. هنا قطعتوا السلا. لا غير درنا يمتي تورني. امتي تورني زوينه. زوينه. جينا لسومعة حسان، كنا نمشيو للودايه. الودايه زوينه. اوكي. ولا نمشيو ل جاردان بوتانيك. اوكي زوينه مزيان. اوكي. نقدر نمشيو حتى للمتحف هذاك. نمشيو للمدينه. مشيتوا للمدينه القديمه، درتوا في المدينه القديمه لداخل؟ مازال. اوكي. ديجا درنا فيه. لا المغرب فات اللي جينا في هذا جونفي هذا. كنا درنا تما، شفنا تما البلايص. تجي المره دي تصيب حاجه جديده. وي هي غادا وكتطور، فهمتي؟ الطريق حنا كنوجدوا المونديال وداك الشيء اللي كاين. فتنا على المركب ديال ديك مولاي عبد الله. اوكي مزيان. اوكي حنا قربناه دابا هنايا، من اقرب نقطه تقريبا اللي قراب لي هنايا. ما عرفتش واش نقدروا ندخلوا ولا لا. المهم حنا نشوف. دابا قدام اطول برج
في المغرب وافريقيا اللي الطول ديالو تقريبا 250 متر وفيه تقريبا شي 55 طابق، اللي هو عباره على مركز تجاري وفيه فنادق وفيه محلات للسكن، اللي كتعتبر واجهه حديثه عمرانيه للمغرب، واللي كيتواجد قدام نهر ابي رقراق. حنا ما عرفناش لحد الان واش محسوب على سلا ولا محسوب على الرباط. المهم خليونا لنا في الكومنتير واش هو على حساب سلا ولا على حساب الرباط. ايضا عندنا هنايا هذا المسرح محمد السادس اللي حتى هو واجهه جديده عمرانيه، شي كيف بدا منظر زوين، فيه منظر زوين بانوراميك، اللي غيكونوا فيه اي حاجه عندها علاقه بالثقافه، عندها علاقه بالمسرح، عندها علاقه بالفنون. المهم غتكون واجهه زوينه ان شاء الله في المغرب. I forget. حتى هنايا غنكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. قدرنا اننا نمشيو لجميع البلايص، مثلا حسان، زرنا البرج، مشينا للمسرح، شفنا جميع الاماكن اللي قدرنا نمشيو لها اليوم، واستمتعنا بالنهار اليوم. دوزنا نهار زوين هنا في الرباط، ونتمنى الفيديو انه يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو اخر. تشاو.